تأخر الحمل غير معروف السبب. المصطلح ده بنسمعه كتير، ناس كتير قوي بتقوله. يعني ايه تأخر حمل غير معروف السبب؟ الموضوع ببساطة ان احنا بنعرف كلمة تأخر حمل هو مرور سنة كاملة على زوجين بينهم علاقة زوجية منتظمة ومفيش اي موانع حمل بيستخدموها. دي كلمة تأخر حمل. لما بيجي الزوجين دول ان هم يبدأوا يدوروا احنا ليه ما حصلش حمل، بنبدأ نعمل لهم مجموعة من الفحوصات. الزوج بيعمل تحليل سائل منوي والزوجة بتعمل مجموعة من الفحوصات، بيبقى الهدف منها الاطمئنان على الأنابيب اللي هي قنوات فالوب يعني، والرحم والتبويض. لو الأربع فاكتورز دول كويسين، يعني السائل المنوي كويس، الرحم كويس، التبويض طبيعي وكويس، قنوات فالوب سليمة وسالكة وما فيهاش مشاكل، إذن تشخيص تأخر الحمل في هذه الحالة إذا كان مر على الزواج ده أكتر من 18 ل 36 شهر في أقصى الأحوال اسمه تأخر حمل غير معروف السبب. وتأخر حمل غير معروف السبب له علاج من اتنين ليس لهم تالت. العلاج الأول هو أن أنا أعمل حقن مجهري، والعلاج التاني هو أن أنا ننتظر لحدوث حمل طبيعي، يعني الوقت أو الحقن المجهري. طب يا دكتور ايه رأي حضرتك في فكرة ان احنا نعمل منظار علشان نعمل وما عنديش مشاكل؟ لا، ملوش فاليو. طب ايه رأي حضرتك؟ ومش رأيي انا طبعا، ده رأي الكتب، ده رأي الجايد لاينز، ده رأي التوصيات الأوروبية والعالمية في الموضوع ده، ان احنا نعمل تلقيح صناعي نسبة نجاحه قليلة. طب ليه الحقن المجهري بيمثل الفرصة الأفضل لحالات تأخر الحمل غير معروف السبب؟ لأن هناك نظرية من النظريات بتقول إن تأخر الحمل غير معروف السبب ممكن يكون بسبب إن الحيوان المنوي غير قادر على تلقيح البويضة داخل الجسم أو داخل قنوات فالوب، وبالتالي أنا لما بخرج بالحيوان المنوي بره الجسم وبخرج بالبويضة بره الجسم وبلقحهم مجهريا بجهاز الحقن المجهري، أنا كده وفرت الخطوة أو عملت الخطوة اللي كان صعب إنها تحصل داخل قناة فالوب، وهو خطوة التلقيح أو الإخصاب. وبالتالي الإخصاب خارج الجسم عن طريق الحقن المجهري ممكن يكون هو ده مفتاح اللغز بتاع تأخر الحمل غير معروف السبب. في حالات تأخر الحمل غير معروف السبب حالات بتيجي بفاريتيز كتيرة جدا. ممكن تكون الحالة بقالها 10 سنين تأخر حمل غير معروف السبب، ممكن في حالات بقالها 2 أو 3 غير معروف السبب. دي اختارت الانتظار اللي هو الوقت، ودي اختارت ان هي تاخد الخطوة بسرعة وهو خطوة الحقن المجهري أسرع. طيب احنا في حالات تأخر الحمل غير معلوم السبب بنلاقي نسب نجاحنا كويسة، ولكن بشرط ان يكون سن الزوجة ده صغير، ما يكونش كبر، ما يكونش في عندها مشاكل تانية غير معروفة واحنا شخصناها غلط انها تأخر حمل غير معروف السبب، وما يكونش في مشاكل عند الزوج مبهمة او غير معروفة واحنا شخصنا برضو غلط انه تأخر حمل غير معروف السبب. في الحقيقة انا بنصح حالات تأخر حمل غير معروف السبب بمجرد ما يتم تشخيصهم بشكل صحيح، بشكل علمي دقيق، بيكون معاهم تحليل سائل منوي كويس، يكون معاهم أشعة صبغة كويسة، يكون معاهم سونار بيؤكد ان الرحم ده كويس، يكون في تبويض ودورة منتظمة، يكون في علاقة زوجية منتظمة، ما يكونش في موانع لاستخدام موانع حمل. في هذه الحالات نعمل حقن مجهري لو عدى على زواجنا اكتر من 3 سنين، ونستفيد بان السن هيكون كويس وجودة البويضات هتكون كويسة. شكرا.